امبارح بالليل يا صديقي كنت قاعد بتصفح على الفيسبوك ولينكد ان واتفاجئ ان كل اللي بيدور على وظيفه فهو بنسبه 90% مطور ويب. ومش محتاج احلف لك واقول لك دلوقتي ان العالم كله بقى مطورين ويب. ازاي تبقى ويب ديفلوبر؟ مجال الويب. الحقونا يقول لك مجال الويب مات. فليه العالم كله دلوقتي بقى مطورين ويب؟ وليه اي حد عايز يخش تراك البرمجه بيخش التخصص ده؟ وليه 99.9% منهم بيفشل؟ وفي الفيديو ده انا هجاوب لك على كل الكلام ده وهقول لك الموضوع ابتدى ازاي، ولو انت عايز تخش صح في عالم البرمجه تعمل ايه. وبلاش تطول اكتر من كده ويلا بينا. يلا بينا. مع كل 1000 واحد بيدخلوا المجال ف 950 واحد منهم بيفضل في توتوريال هيل، يخلص كورس واتنين ويتعب بعد فتره ويرجع تاني يلاقي نفسه ناسي ويعيد الموضوع مره واتنين وتلاته. والموضوع ده مش من عندي. تعالى كده نشوف اشهر الكورسات المجانيه وندخل على حد زي الزيرو مثلا ونشوف اشهر كورس عنده هو كورس ال HTML. الله اكبر ما شاء الله، 2 مليون و700 الف على اول فيديو في الكورس. حلو، تعالوا كده نكمل ونشوف بقيه الكورس وخلينا ندخل على اخر فيديو. هتلاقيه محقق 273 الف مشاهده بس من ال 2 مليون، يعني حوالي 10% بس اللي كمل، لكنه لازال رقم كبير الى حد ما. فتعالوا نكمل ونخش في CSS كده. نفس المبدا، من 2 مليون و300 الف ل 100 الف واحد بس اللي كملوا. تمام، خلينا نكمل بقى ونخش في الجافا سكريبت. وهنا بقى هتلاقي الكلام اللي قلت لك عليه بينطبق على امر الواقع. من 1.5 مليون واحد بدا في الكورس ل 43 الف بس اللي كملوا. وده يثبت لك يا صديقي ان المجال مش سهل، لكن هو بدايته اسهل ما يكون. وعشان كده اي حد بيقعد اسبوعين على كورس HTML بيقول لك خلاص انا بقيت مطور ويب، بس الحقيقه غير كده تماما. وخليني دلوقتي اقول لك الاسباب. مجال الويب من اسهل المجالات اللي انت ممكن تدخلها، مش محتاج غير كوبايه شاي وفيديو 7 ساعات على اليوتيوب وبوم، مبروك عليك، انت رسميا بقيت مطور ويب وتقدر تبني موقع شغال وترفعه لاستضافه واي حد على الكوكب يقدر يشوف. وبعدين مش محتاج امكانيات خالص، اي حد معاه لابتوب اقتصادي ونت وكوبايه شاي فيقدر يخش يتعلم، ونتائجه سريعه جدا. حرفيا كل حاجه جديده بتتعلمها بتروح تطبقها ونتيجتها بتظهر في ساعتها. اول ساعه بتكتب فيها كود HTML بتلاقي نتيجته ظهرت على طول، وده بيعمل نوعا ما دوبامين في الدماغ وبتحفزك وبتخليك عايز تكمل. انما جرب كده تبدا بتراك زي الاي اي او السايبر سيكيورتي، انت محتاج حرفيا شهور عشان تتعلم واسابيع عشان تطبق. ده غير انه مجال مطلوب. وخلينا صراحه، اي بيزنس دلوقتي محتاج انه يكون عنده ويب سايت، وده مخلي الطلب عليه دايم. وعلى الرغم من الضجه اللي حاصله من الاي اي لكنه لازال ثابت وجوده. واعتقد ان احنا هنفضل محتاجين مطورين ويب على الاقل لسه سنين قدام. ودايما هتلاقي علاقه بتربط من الفريلانس ومطورين الويب، وده اللي ذكرته لك في اول الفيديو. الفريلانس ومطورين الويب اصحاب، وده فعلا كلام صحيح. لو حد عايز يعمل فلوس بسرعه ممكن يدخل يقدم خدمه انه بيعمل لاندنج بيج مثلا، او يعمل موقع اي كوميرس، او يعمل بورتفوليو ويبيعه. وده لان سهل تبيع خدمتك مقارنه بباقي المجالات. وعشان كده الناس بتشوف الويب هو المدخل الاسهل ليهم في مجال الفريلانس. وكمان الويب بيخدم كل المجالات، يعني تلاقي ابلكيشن معين مثلا شركته عامله ويب سايت ليه عشان تعرف الناس بيه وطريقه تحميله. اداه ذكاء اصطناعي مثلا بيكون ليها موقع ويب عشان تتعامل مع الاداه من خلالها. فحتى الخدمات مالهاش علاقه بالويب اصلا، فبنسبه كبيره انت محتاج لها موقع ويب. وكمان المحتوى التعليمي للويب ضخم جدا، سواء مجاني او مدفوع، عربي او اجنبي. فالويب هو اشهر مجال ليه كورسات ومشاريع وتمبلتس. فطبيعي اي حد يفتح يوتيوب بيلاقي نفسه اتسحب للويب. ده غير الترند اللي حصل عليه المجال ده والوهم اللي صنعته السوشيال ميديا. الناس كلامها كله انك تتعلم 6 شهور ومبروك عليك هتشتغل بالدولار. بس الحقيقه بقى ان مجال الويب هو اكتر المجالات اللي فيها تحديات، والمنافسه فيه شديده جدا وتفاصيله كتير، وكمان متغيره باستمرار. وكل يوم تظهر تكنولوجيا جديده وتقول لك انا اللي هغير السوق. وكمان حته انك تشتغل فريلانس حاجه، وانك تشمر كمامك وتنزل تشتغل في شركه حاجه تانية خالص. المشاريع بتكون كبيره جدا وضخمه ومخك هيسيح فيها حرفيا. ولو انت فاكر ان مجال الويب هو HTML و CSS بس فما ترجعش بقى تقول ايه هيستبدلني. جافا سكريبت لغه ضخمه جدا، والتعامل فيها مع البروميس والاي بي اي مش شيء سهل اطلاقا. ولو كان المجال سهل فعلا ما كناش شفنا مبرمجين دلوقتي وكله بيستخدم الاي اي بنسبه 100%. المجال محتاج تعمق فيه وتشتغل وتجرب بايديك وتفشل وتكتئب هو مجال ممتع وفيه فرص وفلوسه كويسه، انما هو مجال مش سهل على قد ما سهل تبتدي فيه. ونصيحه مني، لو عايز تميز في التراك ده فانت لازم تفهم جافا سكريبت كويس جدا، لازم تفهم التعامل على البروميسز والاي بي اي، ولازم يكون عندك معرفه باساسيات السكيورتي، ولازم يكون عندك خلفيه عن اليو اي واليو اكس، لان للاسف اغلب الشركات بترمي شغلانه اليو اي على الفرونت اند. فزي ما قلت لكم هو مجال مش سهل لكنه مدخله سهل. وخليك دايما عارف ان الانترنت مش دايما بيبقى حقيقي وبيخلي الواحد كانه عايش في عالم الاحلام، لكن كل الكلام ده هوكس. ولو عايز تشتغل فعلا ابعد عن المشاريع بتاعت التوتوريالز، وابدا اعمل مشاريع بنفسك من الصفر، من اول التخطيط واليو اي واليو اكس لحد ما ترفعه الاستضافه يبقى موقع شغال بالفعل. ابني موقع حقيقي كانه مطلوب من عميل حقيقي، مش تودو اب ومش موقع للطقس، لا موقع بيخدم عميل حقيقي. ومش شرط يكون في عميل، شوف مشكله وحلها وابتدي.
قول لي انت رايك في الكومنتات، وهل شايف فعلا ان تراك الويب بيستحق الضجه اللي عليه دي، وهل شايف ان الاي اي ممكن ياخد مكانه فعلا؟ مستني اشوف تعليقك تحت. ولو عايز تبدا في تراك البرمجه وحاسس انك لسه تايه، فارشح لك انك تشوف الفيديو ده، لاني حرفيا هاخدك من ايدك كانك واحد ما تعرفش اي حاجه خالص عن المجال لحد ما تكون قادر تحط رجلك في الشركه باذن الله، حتى لو انت ما عندكش اي خلفيه عن مجال البرمجه. وبس يا معلم، لو حاسس انك استفدت ما تنساش تشترك، تعمل لايك، وتسيب تعليق تحت كنوع من دعم المحتوى. وبس، سلام. وتفهم ازاي تتعامل مع البروميسز والاي اي، وتفهم ازاي الاي اي لازم تبقى فاهم ازاي يا عم خلاص، لازم تفهم ازاي تتعامل يا عم